الواحد ما بقاش يصدقكم ولا بيصدق بتوع العربيات كلهم. انتوا اهم حاجه عندكم الريتش، بتشوفوا مين يدفع اكتر عشان نتكلم عليه حلو، والناس بتبقى شقيانه وتعبانه عشان تجمع قرشين، مش بتجيب الفلوس من الهوا زيكم. وده كان كومنت عند زميل لينا كان بيهاجمني فيه عشان انا بقول ان مش كل العربيات اللي في حدود المليون جنيه اقتصاديه. بعد ما قلت ان الاكسدام بتاع العربيه ب 9000 جنيه، الملاك نفسهم طلعوا ردوا عليك وقالوا لك الاكسدام ب 34000 جنيه، وجابوا مقايسات وعرضوا فواتير، وفي الاخر الكومنتات اتمسحت. طب اتمسحت ليه ولمصلحه مين؟ وادي الفاتوره اهي، مع ان انا ما جبت سيره العربيه دي. وانت لو حسبت تمن الاكسدام بالمكونات بتاعته هيوصل لحاجه و60,000 جنيه من غير سمكره ولا دهان ولا تركيب. كويس بقى انك جبت سيره العربيه دي، عشان خاطر انا مرشحها في فيديو قبل كده، بس كنت برشحها على انها فيها رفاهيه ومناسبه لناس ومش مناسبه لناس تانية، عشان ده اللي هيحفظ العربيه في السوق. العميل اللي هيشتري وهو سامع ان هي اقتصاديه هو في الاخر اللي هيوقع العلامه نفسها. وليك بقى في السوق المصري ماركات كتير جدا وقعت ومبقاش ليها وجود دلوقتي بسبب ان انتوا قلتوا عليها برضو اقتصاديه، وكالعاده طلع تتبلع العربيه التويوتا. معرفش هم مضايقينك فين، وتختلق قصه من خيالك ان العربيه السي اتش ار مقايستها ب 134,000 جنيه والتوكيل قال لهم جلب المقساط والمساعد مش موجودين. طب انا عايز اقول لك بقى ان مفيش حاجه اسمها جلب مقساط سي اتش ار في التوكيل، لان ملهاش بارت نمبر. وادي يا عم اسعار الثلاث حاجات اللي انت قلت عليهم في التوكيل، ناقصه المساعد بس، والمساعد موجود عند الموزعين المعتمدين والمعتمدين صيانه كمان. والمعلوماتك مساعد الكورولا ال 2020 التصاد بيركب لها عادي. فلما تيجي تتكلم في قطع الغيار ابقى اسال قبل ما تكدب غيرك، عشان دي لعبتي من وانا عندي 11 سنه. وبقى ابعت لي السي اتش ار وانا اخلصها لك باقل من 50,000 وفي التوكيل برضه.